أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. ده الطفل راج ومعاه أبوه بيقول له يلا عشان نروح احتفال القرية. يلا بينا وهتقابل البت قاموا هناك، وراح لصاحبه راجوباسي ومحتفلين ومبسوطين جدا بالاحتفال اللي هم فيه. جيل كان قال لهم فين الزنابق البيضة؟ راج قال لهم اروح اجيبها. قالت له البت قاموا هات لي معاك. قال لها المقابل، قالت له خد القلادة دي هديها لك لما تيجي. راح فعلا وجاب الزنابق البيضة وجاي على المكان لقاه بيتفجر كله، وكل اللي فيه ميتين وهو عمال يعيط الغلبان. ولقى القلادة وقع على الأرض وافتكر إن البت قام وماتت. بعد 13 سنة الواد جيمس ده بيقول لهم أنا هعمل سبق، مين يتحداني؟ لقى راج جاي قدامه، قال له تتداوى، وإذا ما اتداوتش تتساوى، وإذا ما تساوتش تتاوى. وبدأوا السبق مع بعضيهم. هنا جيمس خاف وطلع من السبق لما لقى القطر، والواد راج عدى من قدام القطر وفاز. صاحبه قال له خد يا معلم الفلوس، قال له خليها لتعليم اختك. واد طيب قوي راح لابوه اللي رباه ولقاه عمال يشرب خمره وحالته بالبلا الازرق. وجيمس هنا بيفتكر ويخطط في بلوى للواد راج، وراج هنا عمال يلعب ومبسوط. وهو في وسط كده ابوه وقع على الارض اللي رباه واغمى عليه. الحق يا جدع وخدوه على المستشفى. الدكتور قال لهم اهلا بيكم، الكبد باظ من شرب الخمره، ابوك فاسد يا راج وهتتكلف العمليه 200,000. وهو عمال يفتكر هنا في كل حركاته مع ابوه. راح جيمس قال له انا عندي رهان ليك، لو عملته هديك الفلوس، بس لازم تعمله النهارده 2 ديسمبر قدامك ل 31 ديسمبر. بنت اسمها شاطره تخليها تقول لك انا بحبك، بس خلي بالك ابوها بيقطع اي حد يقرب منها. اتفقنا يا راج؟ قال له اتفقنا. قال له خد يا حبيبي صورتها اهي وقدامك الفترة اللي قلت لك عليها. راح راج عامل فيها ان واد طالب في الجامعة، لقى 2 بيعملوا معاكسات مع بعضيهم وواد بيعاكس بنت ضربه. جت البنت شاطرة قعدت تسقف قالت له ده اكتر 2 بيحبوا بعض في الجامعة، انت فاشل، وثبته ومشيت. هنا قابلوه اصحابه قالوا له خلي بالك في واحد معلم اسمه رانجو جاي من شيكاغو بيعلم الرقص ويعلم شاطرة. راحوا قابلوه في المطار وعملوا نفسهم أفارقة واصحابه، وادوله شوية اكياس وتصوروا معاه، وخدوه كمان على المكان اللي هم قاعدين فيه. فتح الشنطة قالوا انت معاك يا باشا مخدرات، وتصورت مع تجار المخدرات وهتروح في 60 داهية. قال لهم انا تحت امركم بس ارحموني. عمل كده الواد راج عشان يبقى هو مكانه ويبقى اشتغل تابعه. واقف هو قدامهم، لقت البنت شاطرة راج جاي قالت له بقول لك يا معلم انت الصبح كنت طالب ودلوقتي معلم رقص، انت واد نصاب. قال لها هنشوف. وراح لابوه يطمن عليه. البنت شاطرة قابلت المعلم واعترف لها بكل حاجة في ثانية. يخص عليك يا ريس. وراح عمل نفسه تعبان عشان يدبس راجل انه يعلمهم رقصه ويتكشف باتفاق مع البنت شاطرة. هنا المعلم قال لها يلا بس ترقصي معايا، فعلا قعدوا يرقصوا رقصهم الجميل المتنال ب60 نيلة ده، وخلاص يعني اتأكدت انه هو المعلم. قال لها خلي بالك انا بحبك. قالت له اوكي هعمل لك 3 اختبارات، اولهم انا رايحه بكره المول انا واهلي ولازم تيجي قدامهم تقول انا بحبك وتديني رساله غراميه. قال لها اوكي وانا موافق على اول اختبار، مفيش مشكله. تاني يوم راح المول هي واهلها وابوها الجامد ده قابلهم، طلع عليه الامن سابوه. راح قال له انا بحب بنتك وقام جاي مديها رساله. فجاه البلالين فرقعت كانه برنامج تلفزيون، وقال له خد ده برسل لي الهدوم اغسل بيه هدومك، باي باي. قال لها ايه رايك انا بقى اعمل لك اختبار تاني وهاجي بيتك وهطلبك ليك جواز وهديكي كمان ورده وهضرب لك الامن كله. قالت له خلاص اما نشوف هتعمل كده ازاي، ده انا عندي 200 واحد. فعلا راح دخل وسطيهم بيعترضوا عليه، نزل فيهم ضرب وتلطيش، حتتك بتتك فين يوجعك. وقام جاي داخل عليها فعلا ولا خد يا مزة الوردة بتاعتك اهي. ايه رأيك في الكلام ده؟ جه المعلم ابوها بلار لقى الدنيا خربانة والناس مضروبة، سابها ومشي. قال لها ايه رأيك بقى انا هخطفك ليوم كامل وهرجعك لابوكم مش هيقدر يعمل معايا اي حاجة. ايه رأيك في الكلام ده؟ قالت له هتعمل الكلام ده ازاي انت مجنون ولا ايه؟ قال لها هتشوفي
وده اختبار انا بتحدى بيه نفسي. خارجة راحة الكلية بتاعتها ووراها الاسطول ده كله في اشارة مرور، وقفت لقت الناس حواليها، فجأة لقت عربية بتتحرك بدون البودي جاردات بتاعتها، وراج هو اللي سايق. ساعة ما تلموا الناس هو راكب. هي هنا فرحانة ان هي معاه في المكان ده، وقعدوا يرقصوا ويغنوا كالعلامات الأولية للشغل الهندي. هنا اتصل الراجل ده اللي اسمه بولاري عشان يعرف بنته راحت فين. لقى الواد راش رايح قايل له انا خطفتها عشان البوديجاردات بتاعتك مش نافعين، عشان تغيرهم وتحافظ عليها، وانا اسف، باي باي. قعدوا يبصوا لبعض هنا ويضحكوا مبسوطين قوي هما الاتنين. اتصل الواد بلاري دوت واحد اسمه برادنا، قال له خلي بالك في واد بيحوم حوالين بنتي وعايزه يبعد عنها لحد ما اخلص انا المشروع بتاعي 1 يناير. قال له علم وينفذ. وهنا المعلم حدد مع الدكتور ميعاد عملية ابوه، واتصل جيمس. الواد جيمس قال له خلي بالك فاضل 3 ايام على انتهاء المهلة والبنت محبوسة. قال له انا هخرجها، واتصل بيه عشان تقابله في راس السنة. واتصل بالمعلم قال له جهز الفلوس، انا هخلص المأمورية بتاعتي 31 يا باشا. جت الست دي قالت له الحق بنتك هربت. راحت للمعلم راج، وقدامها بقى وراها عربيات اسطول، قعدوا يضربوا في الواد وهو يضرب فيهم ويطحن فيهم عشان يهرب منهم. وفعلا ضربهم. لقى ابوها رايح هناك وقعد يضربهم بالنار بعد ما ركبوا الموتوسيكل وبيهربوا. هنا قال للظابط دي مش بنتي وانا بربيها لحد الوقت ما تتم السن القانوني واقتلها. وهنا المحامي قال له نشرنا كل صورهم على الناس كلها. هي بتتصل بالمحامي وفي بينهم اتفاق على حاجة معينة، وهي فرحانة ومبسوطة جدا وهي مع راج وناسية الدنيا باللي فيها. حاجة غريبة جدا يا خال. دي تعترف بحبها، قال لها استني لازم تقول قدام حد تاني. هنا بلاري سارق او خاطف اصحابه ومعلم الرقص. الواد راج قابل واحد خد منه تليفون بصنعة نظافة عشان يعمل مكالمة. اتصل بالمعلم جيمس ما بردش عليه. بيتصل باصحابه لقى اصحابه مخطوفين، ورد عليه بلاري وقال له ما رجعتش البنت انا هخلص عليك وهقتلك واقتلها. قال له محدش منكم يقدر يمسها طول ما هي معايا. وهنا المعلم بلاري بقى متجمع ببريدنا، لقى واد اسمه جونيور داخل عليه وقال له على المهمة بتاعته عشان يخلصوا الدنيا دي كلها من راج والبنت دي. وهي معاه وهم سارحين في ملكوت ربنا وناسيين الدنيا. شافت الزنابق البيضة قالت له انا بحبها هاتلي منها. افتكر البنت ام الصغيرة وراح جاب لها فعلا زنابق واداها لها. افتكر ذكرياته الجميلة، ذكريات الطفولة. راح كافيتيريا كده قاعد فيها، صاحب الكافيتيريا لقى صورهم، قام جاي عامل تليفون بسيط لبلاري، قال له الحق الاتنين دول عندي. قال له اوكي يا باشا ما عنديش مشكلة. اتصل بواد جونيور عشان يروح يخلص عليهم، قعدوا يضربوا نار، لكن الواد راج قدر ياخدها ويهرب من المكان ويركب في عربية. لقى اللي سايق العربية الواد جيمس، فاستغرب جدا منه وقال له انا كنت عمال اتصل بيك وانت ما بتردش عليا عشان عمليه ابويا. قالت له ما تقلقش باباك عمل العمليه، وادي فيديو اهو بيشكرك ان انت وقفت جنبه. قال له اشكرك جدا. قال له خلي بالك شطره هي اللي ضحكت عليك وهي اللي عامله الموضوع ده كله باتفاق. لما لقيتك كده قالت لازم اقف جنبه وقلبه ميت. لقى بلطة جت في صدر الواد والعصابة كلها هجمة عليهم. بقوا هما التلاتة في وسط العصابة، قاعد الواد راج يضرب فيهم ويطحن فيهم عشان ينقذ الواد جيمس وشطرة. حتتك بتتك وبيضرب فيهم. قال لهم تتداوى واذا ما اتداوتش تتساوى واذا ما تساوتش تتاوى، وعمال يطحن فيهم. بياخدوا البت منه وخدوا القلادة من صدره. قطعت القلادة قالت له شيري خلي بالك انا قامه. ساعة ما شافها بتقول له كده ما صدقش، افتكر ذكرياتها وهي صغيرة وحدفت له القلادة وهي راكبة الطيارة. وجيمس قال له ده كله احنا باتفاق. قال له خلي بالك امو دي الطفلة الصغيرة بتاعتي. اتصل بابوه المحامي عشان يعرفوا اللي حصل كله ونرجع بالذكريات لورا. جيمس بيحكي له قال لابوك الراجل شجاع وصاحب راجل بس اشترى 3000 فدان عشان الناس تزرعهم وسافر لندن. وهنا الراجل المحامي قال للواد بلاري خلي بالك الارض فيها حديد، فقعد يقنع الناس ان هو
هيملكهم الأراضي بالحديد بتاعهم. وهنا سوريانا قال لهم يا جماعة بيضحك عليهم، فخطفوه من مراته ومن عياله وخدوه وودوه في 60 داهية. رجع راجوباسي بيسأل درع على صاحبه، قال له صاحبك سافر، فحس ان في حاجة مش مظبوطة. راح لمراته قالت له تعالى الحقني ده مخطوف. راح له جري لقاه متكتف ومتربط، خد الرجالة وراح طرد المعلم بلاري من المكان. قال له امشي اطلع بره انت راجل ظالم، وقال لهم املككم الاراضي. المحامي قال له خلي بالك لو قدرنا نقتل راجوباسي بنته هتورث الفلوس كلها وهتورث 3000 فدان، وبعد 18 سنه تقتلها وتاخد انت كل اللي معاها. فخد رجالته وراحوا وقتلوا سريانه وبهدلوا الدنيا وقتلوا راجوباسي، وخدوا البت اللي هي امه الصغيره اللي هي شطره عشان يربوها. وهنا ساعه ما رجع الواد راجو كان حصل ليه انفجار. قال له خد يا حبيبي ادي عقود الارض كلها هي. جه هنا الواد بلاري ضرب البت على وشها بالقلم، وضرب المحامي عشان كان بيرتب معاها هو اللي كان بيوصل لها كل الاخبار، وخليه يتصل بيهم وقاموا جايين ضاربينه طلقه في دماغه مخلصين عليه. وجينا المعلم راج ومعاه العقود وهم الناس شايفينه كانه الراجل ابوه بالظبط. اداله العقود بتاعته وهم ماسكين اهل القريه كلهم وقالوا له شفت يا معلم شطره بتنزف وهتموت هي كمان. اتجنن قاعد يضرب فيهم زي المجنون. خد يا باشا تتداوى، واذا ما اتداوتش تتساوى، واذا ما تساوتش تتاوى. قتلهم كلهم وخلص عليهم وقام جاي ادي الواد جونيور هوب وقطع دراع الواد هوب باللاري وهوب اداله حته في رقبته، خلص عليه وانتقم للدنيا كلها وراح لحبيبته. ودي كان نهايه الفيلم. ارجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصل لكم كل جديد. دمتم في امان الله. باي يا بشر.